اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا النهارده اخبار احتمال تزعل جمهور النادي الاهلي شويه. النهارده عندنا رحيل نجم النادي الاهلي الى نادي الزمالك رسميا، ودلوقتي اللاعب بيقرر هل يرحل للزمالك ولا لا. كمان عندنا اصابه نجم النادي الاهلي في مران اليوم. كمان حاجه مهمه جدا، عوده نجم النادي الاهلي المصاب مره اخرى للتمرين. اداء يوسف ايمن اللي مش عاجب جمهور النادي الاهلي هقول لكم على التفاصيل بالظبط. تعال بس نروح لاحمد حسن واللي قاله النهارده عن عقود لعيبه النادي الاهلي. اول حاجه بعد اذنك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. اول خبر هنتكلم فيه النهارده هو نجم النادي الاهلي اللي على اعتاب نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك طبعا بطلب من جوميز طلبوا التعاقد مع نجم النادي الأهلي محمد رأفت مواليد 2005. طبعا بعد ما اتفرجوا على اللاعب في مباراة بين القطبين، مباراة اللي هي مواليد 2005، أعجب جدا جوميز باللاعب وقرر إنه يضمه للفريق الأول. في حين إرضاء اللاعب أو موافقة اللاعب هيتم لعب محمد رأفت في فريق نادي الزمالك الأول. والد محمد رأفت هو الوكيل بتاعه، فقال اني ما عنديش مانع، ولكن مستنيين رد محمد رأفت في الموضوع ده. يا ترى هل سيرحل عن الاهلي ولا الاهلي يلحق بسرعه وياخده ويضمه للفريق الاول؟ اتمنى ان النادي الاهلي يبص على واحد زي محمد رأفت، لانه فعلا اتفرجت على مبارياته، حد موهوب جدا وبامانه هيفيد النادي الاهلي الفريق الاول جدا جدا جدا. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي ما تطنش موضوع زي ده. طيب ايه بقى مين النجم اللي في النادي الاهلي اللي اتصاب النهارده؟ زي ما قلت لحضراتكم، النحس كده لما بيكون بيدور على واحد ما بيسيبهوش. النحس دور على كهربا في كل مكان يروح، مره عقوبه، مره مش عارف غرامه، مره مش عارف ايقاف، مره مش عارف استبعاد، ولكن المره دي كهربا اثناء تدريب الفريق حس بألم في الركبة، وده اللي خلى طبيب النادي الأهلي يريحه ويعمل له فحص وأشعات على الركبة يشوف الموضوع وصل لحد فين. كهربا زي ما قلت لحضراتكم من النوع المنحوس جدا، تحس ان هو ايه يعني الوقت اللي يبدع فيه مع النادي الاهلي يعمل لك مشكله تركنه، ولما يرجع واخلاقه تتحسن ويعتذر يرجع ويتصاب. سبحان الله، ما تقدرش تعترض على حكمه ربنا في الامر ده. تعال بقى نروح للخبر اللي اهم من ده كله، عودة نجم النادي الأهلي المصاب محمد هاني. مليار مبروك، مليار مبروك على النادي الأهلي، عودة محمد هاني الظهير الأيسر. مدافع ولا أروع من كده يا هاني، تقدر تلاقيه في كل حتة في الملعب، ولخبط حسابات مارسيل كولر لما محمد هاني اتصاب في مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك وخرج من المباراة مصاب. ده اللي خلى مارسيل كولر احيانا يرجع اكرم توفيق يلعب مكانه ويخلي كوكا مكان اكرم توفيق، وده ملخبط التشكيل شويه مع مارسيل كولر. اي نعم الاهلي بيفوز ولكن تقدر تقول ان اكرم توفيق هو مكانه وسط الملعب، مش مكانه اصلا مكان هاني. اكرم توفيق ليه في الهجوم شويه، بيقدر يسحب الفريق وبيقدر يهاجم من الناحيه اليمين للنادي الاهلي. طيب ألف حمد لله على السلامة يا هاني، خلاص أقل من 4 أسابيع وهاني هيكون موجود. هو حاليا في المرحلة التأهيلية، هو كان عنده جزع في الرباط الصليبي والحمد لله الدنيا 100 فل و14. أحمد حسن نجم منتخب مصر على الحساب الرسمي بتاعه اتكلم وقال إن عقود لاعيبة النادي الأهلي خلاص على وشك الانتهاء، واتكلم عن كام لاعب هقول أسمائهم دلوقتي: الشناوي، حمزة علاء، بيرسي تاو، احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر. كل دول عقودهم هتنتهي في النادي الاهلي في الموسم اللي جاي. فده خلى احمد حسن يتكلم هل الاهلي هيجدد اللعيبه دي ولا سايب اللعيبه دي هيكون فيه تغيير وتبديل؟ لا طبعا، الشناوي يجدد يا كابتن احمد وب100 مليون في 3 مواسم. والموضوع ده طبعا الدنيا كلها اتكلمت عنه، قناه اون تايم وكل القنوات الاعلاميه اتكلمت عن تجديد عقد الشناوي طبعا 3 مواسم ب100 مليون جنيه.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش كل لاعيبه النادي الاهلي هتجدد في يوم واحد. يعني في لاعب بيبقى جاي له عقد احتراف، في الاهلي بيشوف انه يرحل يروح اعاره الكلام ده، لكن مش كل اللعيبه هتجدد في يوم واحد. طيب، اداء بصراحه مش عاجبني يوسف ايمن، اللي خلى كل لاعيبه النادي الاهلي تشد في شعرها في مباراه سيراميكا اللي فاتت، وده اللي خلى الجهاز الفني للنادي الاهلي غيره. لان يوسف ايمن تحس ان هو مش واخد على رتم المباراه، ولاعب اللي هو نازل خايف كده، تحس ان تيشيرت النادي الاهلي تقيل عليه، نازل خايف، تحس ان ما بيلعبش كوره قبل كده، خايف لا الكوره تتقطع منه، خايف يعرق اللاعب، خايف من التاكلينج، خايف من كل حاجه. ده اللي خلى جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا تهاجم يوسف ايمن. لكن انا بقول لكم من قناتي اهو، انتظروا شويه ويوسف ايمن هيكون نجم من النجوم، لانكم ما شفتوش الفيديوهات بتاعته في فريقه. طيب، الحمد لله تصريح حسام حسن النهارده بضم طاهر محمد طاهر لقائمه المنتخب رسميا. الف مليون مبروك لطاهر، عودتك مكانك في منتخب مصر. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا اقولها لحضراتكم، الاهلي عنده مباراه مهمه امام زد يوم الخميس اللي جاي. الاهلي انتصر على سيراميكا كليوباترا في افتتاحيه الدوري ب5 اهداف مقابل هدفين، وده اللي خلى النادي الاهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 3 نقط، وتحتيه 4 منافسين برضه 3 نقط، بس الاهلي الاول لانه بفارق الاهداف. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، لو عايز تتابعني وتشوف كل اخبار الرياضه ما تنساش اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، فعل جرس الاشعارات، اعمل لي كومنت حلو تشجعني بيه، ولو انت اهلاوي ما تعديش من على الفيديو ده الا لما تكتب لي كومنت حلو. والى اللقاء في فيديو اخر.